اللي هو ايه الفرق ما بين المعلقة وما بين الكوباية بتاعت النيش وما بين البلوفر ده؟ بصوا بقى، المعلقة أنا دي بستخدمها كل يوم، وأقدر أرميها وأقدر أمسكها وأقدر أقلبها وأقدر أعدلها، مفيش أي مشكلة وبستخدمها يوميا. أما بقى كوباية النيش دي لا، أنا ما بستخدمهاش غير بس لما يجوا الضيوف، دي متشالة على طول في النيش، أصل دي بتتكسر فيها بعض المشاكل كده. لما أجي أستخدمها، أما أجي أغسلها بالراحة، لما أجي أشيلها في مكان مفهوش حركة، أصلها بتتكسر. ولكن شياكة لما يجي الضيوف لازم اطلع لهم في حاجة زي كده. اما بقى بالنسبة للبلوفر لا، ده انا بستخدمه في الشتاء بس، ده فين وفين لما بستخدمه، فلازم لما اشيله في حتة نظيفة واغسله واطبقه، وعشان احافظ عليه لما اجي استخدمه محتاجش ان انا اغسله ولا انضفه قبل ما استخدمه. طيب في حاجة فيهم مش مهمة ولا كل حاجة فيهم مهمة في وقتها؟ طيب ايه رأيكم بقى ان الناس 3 انواع زي ال3 انواع دول؟ يعني في منهم اللي بتتعامل معاه عادي، بتتخانق معاه يتخانق معاك، تتصالحوا تتخانقوا، تتكلموا مع بعض بهزار، تتكلموا مع بعض بجد شوية، وهكذا. ما بتحسبش الحسبة كده قبل ما بتتكلم معاه. زيه زي المعلقة، الفل قريب من حياتك وتقدر تتعامل معاه وانت مرتاح. وفي ناس تانية لا، ناس تانية فيهم ميزة كده حلوة وبقية الصفات لا، واقفالي في زوري. بيتعصب كتير، لا بيشتم كتير، لا ما بيسمعش الكلام، فيهم عيوب كتير، لكن فيهم حتة كده تكة مفيش غير ان انا لما اجي لها اروح جايه لهم هم فيها. لا ده شاطر في الرياضه، لا ده شاطر في السياسه، لا ده ودانه موسيقيه كده واقدر اساله في القطعه الموسيقيه دي، لا ده بيحب الكره ولما اروح ماتش الكره لازم اروح مع ده. يبقى في حته كده تكه بتميزه عن غيره، ولكن في عيوب كتير مش مشكله، اهو نستحمله ونبلعه عشان التكه دي لما احتاجه فيها الاقيه. اما بقى النوع الثالث وهو البلوفر، ده بقى اللي ماسك منصب المعيد بتاعي، الدكتور بتاعي، المدير بتاعي. والله انا مش بلجأ لهم غير فين وفين، ولكن لازم احسن علاقتي معاهم كده، اصل انا هحتاج لهم، هحتاج منهم سؤال، هحتاج منهم امضى، هحتاج لهم فامشي كده اموري معاهم، لان انا اصلا كده بحتاج لهم كل مدة طويلة. طيب المفروض بقى ان انا اعمل ايه مع الاشخاص اللي حواليا؟ ابتدي اوظفهم، ابتدي اقسمهم كده، هل تبع المجموعة دي ولا تبع المجموعة دي ولا تبع المجموعة دي؟ بصوا بقى، طول ما دول الاشخاص دول في حياتك اعرف ان ربنا مش هيجيبهم لك غير ان هم فيهم خير ليك، سواء بقى تكفير ذنب انت عملته حد هيطلعه عليك زي ما عملته في غيرك عشان تطلع كده نضيف يوم القيامة من غير ذنوب، يا اما بقى هتتعلم منهم درس في الحياة ويبتدوا يعلموك حاجة، اي نعم هتكون درس قاسي شوية ولكن مش هتتعلموا غير منهم، او ان هم هيلبوا لك احتياج معين، هيساعدوك في حاجة معينة انت مش هتقدر عليها لوحدك. بصوا بقى، حطوا دي في دماغكم ان انتوا طول ما انتوا حواليكوا الاشخاص دول لازم تبتدوا تتعاملوا وتتأقلموا معاهم. طيب اتأقلم معاهم ازاي وانا مش طايقهم؟ لا، العب على نفسك بقى، اشتغل على نفسك، زود نفسك بمعلومات، ابتدي عدل في سلوكك، ابتدي حسن في نفسك، ابتدي شوف نفسك ايه المشكلة معاك عشان تتعامل معاهم، اصل هم كده في حياتك، فانت لازم ترضى بوجودهم في حياتك، لازم تتعامل معاهم بحاجتهم. والله قدرت تغير فيهم خير وبركة، لكن ما قدرتش تغير فيهم مش هنحرق دمنا بقى. يبقى نبتدي بقى نشوف، نتغافل شوية، نتجاهل شوية، نعمل نفسنا ساذجين ومش فاهمين ومصدقين اللي هما بيقولوه، هم عارفين ان هما بيكذبوا، وهكذا. شوف الطريقة اللي تقدر تتعامل بيها معاهم، المهم ان انت تتأقلم عليهم وتوظف كل حد فيهم في مكانه علشان نبتدي نرتاح. ولا انتوا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.